هل يمكن أن تكون العلاقة بين برج الحوت وبرج الجدي ناجحة؟ تعد العلاقة بين مولود برج الحوت والجدي عبارة عن اتصال بين شخصين قويين، إحداهما صارم وعقلاني للغاية، والآخر مرن وعاطفي ولكنه واثق من معتقداته. الاختلافات بينهما ستخلق انجذابا قويا بين هذا الثنائي. في هذا الفيديو سوف أكشف لكم مدى توافق برج الحوت والجدي في الحب، وما الذي يمكن أن يحبط هذا الثنائي في علاقتهما. عندما يتعلق الأمر بالرومانسية، يمكن أن يتشارك مولود الحوت والجدي قصة حب جميلة، خاصة إذا قبل الجدي التخلي عن حذره وكسر مظهره الخارجي الجليدي. أما بالنسبة للحوت فقد يتعين عليه أن يثبت أنه يمكنه تحمل المسؤولية. سيكونان قادرين على أسر بعضهما البعض ويكتشفان لغة مشتركة حيث الكلمات لا لزوم لها. اتحادهما هو مزيج من صبر برج الجدي وتحمله مع حساسية برج الحوت، مما يخلق علاقة قوية ومتسامية. يعتبر برج الجدي بعيد كل البعد عن كونه حساسا ورومانسيا مثل برج الحوت، ولكن هذا لا يعني أن الرومانسية بينهما مستحيلة. سيقوم كلاهما بتحليل بعضهما البعض إلى أقصى الحدود وجعل الأمور تعمل بطريقة أفضل بالنسبة لهما. كلاهما يعرف كيف يكون صادقا ولطيفا ومخلصا تجاه بعضهما البعض، ويحلان كل ذلك بحبهما ومشاعرهما. إذا كان الجدي أكثر صرامة وغير مرن في التزام المشاعر، يميل حنان الحوت وحبه إلى تخفيف الخلافات في العلاقة. كلاهما مخلص ويحب عمق بعضهما البعض. ستكون العلاقة مثالية لهذين البرجين اللذين في النهاية مختلفان تماما عن بعضهما البعض. يزين مولود برج الحوت العلاقة بالوداعة والحنان والإخلاص، ويحمل الجدي روحه العملية وطموحاته العاطفية السامية. سيكون اتحادا قائما على الإصغاء والتفاهم والانسجام. سوف يسعد الجدي المسؤول للغاية بحماية برج الحوت من قسوة الحياة، وسيشارك أحلامه، وسيحتاج إلى تعلم كيفية الإدلاء ببعض التصريحات لشريكه الرومانسي الذي بدوره سيحتاج إلى أن يكون أكثر واقعية قليلا. على الرغم من حقيقة أن كلاهما يرى العالم من منظور مختلف تماما، إلا أن توافقهما في الحب مرن جدا، ويمكن أن تكون علاقتهما ممتازة. يعتز الاثنان ويقبلان بعضهما البعض كما هما. ويبقى السؤال: ما الذي يمكن أن يحبط هذا الثنائي؟ برج الحوت والجدي متوافقان، لكنهما بحاجة إلى وضع العمل في الاعتبار. قد يواجهان بعض التحديات في العلاقة الرومانسية بسبب طرقهما المختلفة في التعامل مع الحياة والتعبير عن نفسيهما. الحوت أكثر عاطفية وحدثية وحالمة، بينما الجدي أكثر عملية وواقعية وطموحا. برج الجدي
هو برج ترابي والحوت برج مائي، مما قد يسبب بعض الصراعات في علاقتهما، حيث يميلان إلى اتباع نهج مختلفة في الحياة. ومع ذلك، إذا تمكنا من إيجاد طريقة لاستكمال نقاط القوة لدى بعضهما البعض، فيمكن أن يشكلا علاقة رائعة. يمكن أن يجلب الجدي إحساساً بالاستقرار والتنظيم للعلاقة، بينما يجلب الحوت إحساساً بالخيال والإبداع. ولكي يظل هذا الثنائي معاً، سيتعين على كلاهما أن يتعلم التغلب على اختلافاتهما في المثل العليا أو الواقع، من خلال التواصل الجيد والتفاهم المتبادل. يمكن أن يشكل هذا الثنائي رابطة قوية ودائمة. يجب على برج الحوت الحساس للغاية أن يعتاد على برودة الجدي وبعده. لا ينبغي له أن يأخذ الأمور على محمل شخصي للغاية. من ناحية أخرى، سيتعين على الجدي أن ينجح في تهدئة مخاوف الحوت.